السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال، مشرفيني ومنوريني بوجودكم معايا في القناة، قناة أحلى أكلة من مطبخي. انزلي بسرعة اشتركي في القناة وفعلي الجرس، اختاري إشعار الكل عشان يوصلك أي جديد بنزله. واعملي لايك للفيديو. طبعا هنا أنا سجلت صوت لأن بعد ما سجلت اكتشفت إن ابني كان عمال يلعب وكان في دوشة كده في الفيديو، فأنا قلت خلاص هشيل الصوت الأصلي وهسجل أنا. النهارده إن شاء الله باقول لكم هنعمل مع بعض روتين مع بعض كده، يا رب يعجبكم وإن شاء الله، إن شاء الله القناة تعجبكم وتعملوا لي اشتراك وتعملوا لايك للفيديو. صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نخش نشوف الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، طبعا أنا قمت الصبح اليوم ده كان تلج تلج، بصوا يعني مش عايزة أقول لكم تلج أوي، الدنيا ساقعة بجد، ولحد الآن الجو ساقع أوي. فطبعًا ما ينفعش كده من غير ما نشرب حاجة تدفينا كده على الصبح، لإن ده كان روتين الجمعة، فكان جوزي أجازة طبعًا وكنا سهرانين امبارح والعيال وكده، فكله لسه نايم، فأنا قُمت النهارده بقى كده الصبح لوحدي، عملت لي حاجة سخنة شربتها كده على ما هُم يصحوا. طبعًا إن شاء الله هيقوموا يلاقوني موضبة لهم الفطار، بس قُلت أعمل لي كوباية النسكافيه دي أو القهوة دي، أشربها كده تفوّقني وتدفّيني لإن الجو كان تلج أوي. وطبعًا وقفت حضّرت الفطار، طبعًا الكواي دخل على الفيديو معلش، غلطة منّي أنا وأنا بادمج الفيديو. جهّزت زي ما أنتم شايفين هنا مش جبنة حادقة بطماطم وفول وطعمية وعسل واللبن والحاجات الجميلة دي كلّها زي ما أنتم شايفين كده. وكمان حطيت عسل أبيض، والحمد لله، الحمد لله، فضل ونعمة ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. وطبق كده خضار مقطّع، قطّعت جزر وخيار وجبنة قريش، كان ده خير كده كان جاي لنا من البلد زي ما أنا كنت قايلة لكم. الحمد لله فطروا ونزلوا بقى عشان يصلّوا الجمعة، وأنا دخلت بقى على الأوضة دي من مكان السهرة بتاع امبارح هاورّيها لكم وحشة جدًا. بُصّوا الشمس مش طالعة والجو ساقعة. هافتح كمان في شباك هنا هافتحه. بُصّوا أنا قاعدة أسجّل لكم الفيديو أصلًا وأنا كمان قاعدة سقعانة والله العظيم. بُصّوا ما فيش شمس طالعة، الجو مغيّم برّه خالص أهو. الزرع بتاعي طبعًا هاشرّبه برضه وهاضبّط الشباك من تحته. وخشوا بقى شوفوا بقى قشر اللِب بُصّوا، بُصّوا الدنيا عاملة إزاي، مع إني والله العظيم قبل ما يقعدوا يبهدلوا الدنيا كده كنت شايلة السجاجيد وكنت شايلة الأنتريه ومنضّفة تحت الأنتريه ومضبّطة الأوضة كلّها، بس عادي ربنا يخلّيهم يا رب ويبوّظوا ويخلّينا نروّق وراهم. بُصّوا هابدأ بقى أشيل الدنيا دي كلّها كده وأضبّط، كرسي مَلِك مرمّي في كل حتّة أهو. إن شاء الله، إن شاء الله هاشيل برضه الكسوة دي بس يعني شوية كده أسبوع والّا حاجة وهاشيلها عشان أغسلها وكمان أبقى أفرشها يعني. شايلة عن الأنتريه كتير بصراحة لإن أنا كنت لسه مجدداه، فما عرفتش إن أنا أسيبه كده من غير الكسوة، كان هيتبهدل أكتر. فأنا كده محافظة على الأنتريه بالكسوة يعني. هابدأ بقى أروّق الأوضة وأشيل الحاجات اللي فيها دي كلّها أهو. هاشيل كل الحاجة اللي فيها بقى، أطلّع الصواني برّه لمكان ما كنا قاعدين وكده. طبعًا أنا أول مرّة أصوّر بالزاوية دي مش عارفة بصراحة هي يعني هو غلط إن أنا كنت فاتحة الشباك، مأثّر على الإضاءة وعلى التصوير. المفروض كنت أحُط الكاميرا في ضهر الشباك يعني ما بس عادي يعني الواحد بيتعلّم واحدة، واحدة بإذن الله هيعرف يضبط الدنيا. طبعًا الدفاية دي كنا حاطّينها بنتغطّى بيها وإحنا قاعدين أهي. طبّقتها وسِبتها عشان أنا عارفة برضه إن كده هيفضلوا قاعدين هنا وهيقعدوا مسقعين وعايزين يتغطّوا. هنا بقى مش عارفة كنت باكلّم مين، مالك تقريبًا كان نايم وصحى بعد ما هُم نزلوا مش عارفة. ما الزهايمر شغّال بقى يا جماعة يعني ما تدقّقوش على كل حاجة، عدّوا حاجات كده عدّوها يعني. بس كده.
باشيل بقى طبعًا ديّة الحاجات دي كانت بتتحشّر في الأنتريه كده، علشان خاطر ما الأنتريه أمّا يبقى محطوط ما ينزلش يعني. وهنا خلّصت ضبّطت الأنتريه كلّه طبعًا وضبّطته الحمد لله زي ما أنتم شايفين أهو، ضبّطت الأوضة، وهاكنس بقى الأرض أهو. عايزة أقول لكم إن إحنا في يوم الجمعة ده بنعمل أكلة حلوة، أكلة حلوة كان ابن أخويا كده وهو صغنّن يقول لأ يوم الجمعة إحنا عندنا أكلة حلوة. فأنا يا ريتك يا محمد تسمع الفيديو ده وعلّق لي على الفيديو لو سمعت الفيديو. هاعمل مش هاعمل النهارده يعني غدا فراخ ولا لحمة ولا الحاجات دي، لإن بصراحة زهقنا جدًا منها. عايزة حاجة خفيفة كده، وكمان صاحية متأخّر ما نزلتش السوق. ما هو متأخّر ده يعني إحنا كنا المفروض مثلًا بننزل السوق على الساعة 08:00 أو 09:00 كده. بصراحة أنا صحيت على الساعة 11:00 يا دوبك قُمت فطّرتهم ونزلوا بقى ما كسّلت إن أنا أنزل السوق، قُلت هاقضّيها بأي حاجة من اللي عندي، ومثلًا هاعين فلوس السوق على فلوس الأسبوع اللي جاي مثلًا، وهانزل تسويقة كبيرة يعني. هنا خلّصت الأوضة وبدأت طبعًا أرُش المُعطِّر ومشغّلة القرآن الكريم. بُصّوا طفيت النور وباقيته لكم عشان تشوفوا الرذاذ بتاع الspray بُصّوا. دخلت على المطبخ بقى زي ما أنتم شايفين هاجهّز الغدا. هو ده إيه يا أم مالك اللي أنتِ عمّالة تورّيه لنا ده؟ هنعمل أرز الطبّاخ اللي هو لسان عصفور بشعرية ده. هم ولادي بيحبوه جدًا، حتى لو هتعملوا لهم وياكلوه كده من غير حاجة، هم بيحبوه. فضّيت الشعرية لسان العصفور وأحط كمان ورق لورا وأنا باحمّره. لأ ده لسان العصفور، لسه ما حطيتش الشعرية هاحطها أهو. وحطيت ورق لورا وهو بيتحمّر علشان بيطلّع الريحة بتاعته كده مع التحمير بتبقى حلوة. أهم حاجة بقى إن طول ما أنتِ واقفة إيدِك فيه تفضلي تقلّبي فيه شمال ويمين كده، تفضلي تقلّبي ما تسيبيهوش عشان ما يبقاش في واحدة متحمّرة وواحدة لأ. أهو. طبعًا الزيت حاطين الزيت كتير عادي مش مهم، إحنا كده هنصفّيه أصلًا، مش هنسيبه يعني بالزيت بتاعه ده، بس هو لازم زيت كتير عشان خاطر يتحمّر كويس. تمام، وهنا خلاص اتحمّر معايا بقى كويس أهوّة. بُصّوا بقى حاطة مصفى أهي وتحتيها طبق عشان الزيت اللي ينزل، ينزل في المصفى. أهو. وهاسيبه بقى يتصفّى براحته من الزيت اللي هو فيه، علشان أنا قُلت لكم مش هنحتاج الزيت ده في حاجة. هيتصفّى براحته كده في المصفى. وشوفوا عيون البوتاجاز واستنوا بقى شوفوا الفيديو بقى اللي إن شاء الله ينزل لكم في تنضيف البوتاجاز ده. خلّيت العيون دي جديدة ولا كأن الحاجات دي كانت فيها خالص. وهابدأ أنزل بقى بالمَيّة. عندِك شوربة، اسقيه شوربة عادي هيبقى حلو برضه، بس أنا ما عنديش شوربة مش هاوقّف الدنيا. وما تكتّريلهوش يعني، هو كده مش هيعجّن معاكِ، بس ما تكتّريلهوش برضه المَيّة أوي. يعني حتى لو حطينا مَيّة كتير مش مهم. حطيت بقى هنا شوية المَيّة، هاجيب بقى التوابل اللي هاحطها. ادّي له مَيّة مش هيعجّن، بس حاولي ما تكتّريهاش، عشان برضه يطلع حلو معاكِ. صوتي شكلي كده داخل عليَّ برد مش قادرة خالص، يعني ما حاسة مناخيري مسكومة مش متفائلة. يالّا أهو هافضل بقى أدّي له معيار المَيّة بتاعه المضبوط. ومعايا بقى هنا كمّون، توابل فراخ، فلفل أسمر، جنزبيل، قرفة، توم باودر، بصل باودر، حبّهان. بس كده وهاغطّي عليه بقى وهاسيبه وهاحط له مرقة دجاج على فكرة. وهاسيبه بقى مع نَفْسه كده يستوي. وأول ما يستوي هنشوف الأكل معانا وهنغرف الأكل. إيه رأيكم بقى غدا كده كان جميل والله العظيم. مش شرط فراخ ولحمة، عملت أهوّة. وقطّعت عليه بعد ما استوى، قطّعت عليه فلفل ألوان وسِبته معاه في الحلة. وحمّرت بطاطس. بُصّوا،
حمّرت بطاطس وقليت بيض، عملت لهم بيض وقطّعت طماطم وخيار وزيتون مخلِّل وبس كده، وكان ده الغدا بتاعنا. يا رب يعجبكم كده وينال إعجابكم، وجرّبوه بجد، بجد جميل جدًا والله العظيم. بس انزلوا حطّوا لي لايك للفيديو بقى، ولو وصلتوا لهنا قولوا لي إيه رأيكم في الغدا بتاعنا. مش لازم كل يوم تكلّفي عادي، أنتِ ممكن توفّري اليوم بأي أكل من اللي في البيت وتحطّي يوم على يوم، هيفرق معاكِ كتير بعد كده في المصروف بتاع الأسبوع اللي وراه. يالّا يا حبايب قلبي بقى حطّوا لنا لايك للفيديو، اتفاعلوا على الفيديو كده، وباتمنى الفيديو ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.